السلام عليكم يا حبايبي. دي بقت فردة كده على السريع كانت تجهز لواحد. دي طبعا بقص بالمقص الكهرباء زي ما حضراتكم شايفين اهو. المقص ده يا جماعة كل واحد فيه يعني خلي بالك، حتى لو مين بيمسكها او كده مثلا يقص بيها او كده، لازم تكون مدي الامان للمقص. طبعا بعد ما القصة اتعلمت اهوت يا جماعة، بخش بالمقص واحدة واحدة، عشان مثلا المقص ما يحاولش من يمين ولا شمال، لازم تكون ماشي على الخط المستقيم بالظبط. والدخلات اللي انا ببقى اخشها في نص القصه ديت بتاعت الحجور يا جماعه، بتاعت الكلاسين شتوي طبعا. يا ريت الحبايب اللي موجودين معانا بقى يشرفونا كده في القناه. وان شاء الله كل الفيديوهات اللي جايه هتكون احلى من اللي عدت بكتير، ومحدش ينسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. ده حاجه يعني على الماشي كده. القص بالذات يا جماعه لازم الواحد يكون مهتم بيه وما يتكلمش مع النجارة. يعني مثلا ما تكونش انت شغال بالمقص اللي زي دي كده وانت بتقص وتتكلم مع اللي فرح منك، لا مش ينفع طبعا. لازم تكون انت مركز في شغلك، وغير كده كمان اللي انت مثلا ما تتكلمش مع حد وانت شغال، يعني عشان ربنا يسترها برضه. مع ان ايدي بعيد بس برضه الكلام بيلبخ الواحد يعني. ممكن لا قدر الله تسعى كده وانت تمسك القص من قدام المقص على اساس ان ايدك بعيد، لا يعني خبطة المقص من ديت يا جماعة يعني ممكن تضيع ايد الواحد كلها، يعني الحمد لله يعني نعمة وفضل على اللي احنا فيه يعني. لازم اللي بيغص بدوت يحترس منه، وبعدين ربنا معاه احلى من اي حاجة. المقص اللي بيتوك شرار من تحت دوت يا جماعة دوت المسن لسه مركبه جديد، لو عاوز حد يفكر حاجة او كده، او مثلا حد يقول ده المقص بيولع منك وانت مش حاسس يا طيب، لا طبعا. دي يا جماعة يعني بعد ما قصيت دي كراسين بقت يا جماعة، دي ادقم شتوي، كراسين شتوي. دي بعد الربطة اللي بتطلع دي يا جماعة ديت ما بتترميش، دي بتتقص بالمقص وبتربط بها القصة تاني. الحبايب اللي موجودين معانا ان شاء الله القناة هتكبر بيكم. دي يا جماعة اللي كان بيصورني كان واحد صاحبي معايا في المصنع وكده. اي حد يا جماعة بيجي المصنع مش بنحلها حل غريب، لا بيكون يعني نعملها واحد مننا، نبقى ايد واحدة كده في المصنع، نطلع سوا وننزل سوا الشغل ونحمل ونعمل اللي احنا عايزينها كده ونفرد ونظبط الدنيا مع بعض. دي طبعا بقت الدخلة التالتة في المقص اللي هو الكهرباء. دي كراسين يا جماعة زي ما حضراتكم شايفين ديت بنفصلها وبعد كده بتروح من المصانع تجهز بقى. دي بقت الفانلة. انا هسحب المقص كده زي ما حضراتكم شايفين كده، بقوم دخل من الجنب اطلع الستر بتاع الفانلة اللي هو اللي بيطلع على الحجور. اللي هيطلع دلوقتي قدامكم دلوقتي يا جماعة، اللي بيطلع من جنب الفانلة دوت الحجور بتاعت الكلسون، ما بتترميش. دي بتتعدل تاني على المكنة بالمقص كده. يعني الدخلة لازم الواحد يكون حساس كده على المقص وهو شغال بيه، ما تتغشمش معاه. اه، واحدة واحدة على الهادي خالص عشان تظبط معاك كده من فوق ومن تحت زي ما انت حضراتكم شايفين كده. انا طلعت القصة كاملة اهي. دي بقت الجنب اهوت. ده انا بقص من الجنب يا جماعة زي ما حضراتكم شايفين كده دوت نص الفانلة برضو انا ماشي على خط يا جماعة، متعلم على خط، مش خشيت بقى للاخر عشان مش ينفع الواحد يدخل بقى للاخر. دي بقت الظهر بتاع الفانلة اهوت يا جماعة زي ما حضراتكم شايفين. لازم يعني حته قدين، يعني لا قدر الله واحد فرح منك وهو بيتكلم ممكن يعني يدمر دنيته. دي بعد ما سلمت المقص والدخان اللي طلع دي يا جماعه، يعني لسه المقص جديد وكده.